ازاي بمشي بيتي ب100 جنيه لمدة 15 يوم؟ هقولك دلوقتي، هديك الافكار بتاعتي، واتمنى لو افكاري عجبتك اتمنى ان تشتركي في القناة وتحطي لي لايك حلو وتكتبي لي كومنت حلو، لان الكومنتات بتاعتكم اللي زي العسل وزي السكر دي هي اللي بتشجعني وبتحفزني وتخليني دايما استمر في نزول فيديوهات. بحبكم جدا جدا جدا، متشكرة جدا على دعمكم ليا الفترة اللي فاتت، وانكم بتشاهدوا الفيديوهات بتاعتي. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا، وان شاء الله هفضل مستمريه معاكم في سلسله حلقات التوفير باذن الله، ازاي نوفر ونمشي بيتنا ونقتصد ونقسم الميزانيه بتاعتنا. النهارده جايبه لك ميزانيه قويه جدا جدا جدا، محدش هيصدق دلوقتي ازاي ب100 جنيه هنمشي البيت 15 يوم فطار وعشاء، فطار وعشاء لمدة 15 يوم ب100 جنيه. هقول لك الافكار بتاعتي دلوقتي، وانت بقى قسميها زي ما انت عايزه، اختاري النهارده حاجه مع بكره حاجه من الاصناف اللي انا هعملها لك، صنفي زي ما انت عايزه بقى يا حبيبه قلبي. المهم ان انت يا رب تخرجي مستفاده من القناه بتاعتي. اتمنى تشوفي الفيديو للاخر، عشان لابد يعني ممكن تعجبك فكره في الاول في النص في الاخر، المهم ان انت تتابعي الفيديو عشان تستفادي منه. تمام كده؟ طيب اول فكره معانا حبيبه قلبي، ال100 جنيه معاكي هتنزلي السوق هتشتري كيلو من البسارية. تمام كده؟ هتجيبي ب10 جنيه فول من التدميس، هتجيبي نص كيلو فول مدشوش ب20 جنيه. البسارية الكيلو عامل 25 جنيه، ويعني في ب25 وفي ب30 جنيه. تمام كده؟ انا كاتبالك 30 جنيه مزودالك يعني. تمام، 30 جنيه. هنجيب ب10 جنيه فول تدميس، الكيلو عامل 40 جنيه، هنجيب ب10 جنيه ربع كيلو. فول المدشوش عامل برضو نفس السعر 40 جنيه، هنجيب 20 جنيه نص كيلو. هنجيب كيلو بتنجان ب10 جنيه، وهنجيب يا ستي الأسعار دي كلها 30 جنيه، الأسعار دي عاملة 70 جنيه، 30 جنيه و10 جنيه 40، وكمان هنا 20 جنيه يبقى 60، وهنا 10 جنيه يبقى 70 جنيه. وهنجيب كيلو بطاطس، البطاطس مثلا في عامل 10، في 15، في ب12. ما تجيش واحدة تقولي ايه الأسعار دي، ده في أسعار مولعة. لا، انت لو لفيتي شوية في السوق هتلاقي البطاطس فيه صغننه ووسط شويه كده بتتباع ب10 ب12، هاتيها. انا كاتبالك هنا باقي 30 جنيه. بقى كاتبالك هنا بطاطس، كيلو بطاطس ب15 جنيه مثلا، وربع كيلو جبنه قريش ب15 جنيه، يبقى البطاطس والجبنه 30 جنيه. تمام كده؟ وهنا 70 جنيه، يبقى 100 جنيه. هنجيب ايه وهنقسم ازاي وهنعمل ايه؟ هقول لك كل حاجه دلوقتي. بص يا حبيبه قلبي، كيلو البسارية ده انا عن نفسي بجيبه انا وحماتي وولادي الاتنين، بعمل كيلو بسارية على 4 مرات، على 4 وجبات، يعني 4 ايام. تمام كده؟ انت بقى عايزة تقسميهم مثلا على 3 اكلات، انت ومزاجك، مفيش اي مشكلة خالص. انا هديك الافكار وانت قسمي اللي انت عايزة تقسميه. يبقى معانا انا بقسم كيلو البسارية على 4 اكلات، يعني 4 ايام. هتقولوا لي طب ربع كيلو بسارية هيكفي في الطاقة؟ هقول لك دلوقتي هتعملي ايه. يبقى المهم بس اقسم لكم التقسيمه واعرفك ان هي فعلا الاكلات دي لمده 15 يوم. يبقى جبنا كيلو بساريه ب30 جنيه، قسمناه على 4 ايام، معانا كده 4 ايام. تمام؟ طيب جبت مثلا بجيب ب10 جنيه فول بدمسه وبكيسه عندي في اكياس، بقسم الربع كيلو على 3 اكياس. حابه تقسميه على 4 اكياس مفيش مشكله، المهم ان انا كاتبالك هنا 3 ايام، 3 ايام اكل فول و4 ايام بسارية، يبقى كده معانا 7 ايام. تمام؟ طيب 20 جنيه فول مدشوش هنعمله بصارة، والبصارة دي هنقسم النص كيلو ب20 جنيه، نقسمه على 4 ايام، يبقى 4 ايام وهنا 10 ايام، يبقى معانا كده هنا كده 7 ايام و4 ايام، معانا 11 يوم. تمام كده؟ طيب هنا كيلو بتنجان ب10 جنيه، الكيلو بتنجان ده ما شاء الله هتجيبيه بس مش هتقليه عشان نوفر في الزيت. تمام؟ هتجيبيه تسلقيه، تنضفيه كده وتسلقيه، وتفتحي قلبه وتعملوا التتبيله بتاعتك بالخل والثوم والليمون والطماطم والدقه الحلوه بتاعتك اللي زي العسل من ايدك اللي زي السكر، وتفتحيه بقى وتدبلي احلى تتبيله كده، وبيبقى خفيف يا جماعه. لو مش عايزه تحطي توم ما تحطيش، حطي خضار وليمون وخل وحبه ملح وحبه كمون والتتبيله بتاعتك اللي زي السكر دي من غير توم، عشان لو حبيتي تتعشي بيه ما يتعبكيش، يعني فطار وعشاء. تمام؟ طيب هنقسم الكيلو بتنجان، انا كاتبالك هنا 3 ايام، هو ممكن يجيب اكتر من كده بس انا عامله لك 3 ايام، لان ما شاء الله يعني الوجبات اللي بقولك عليها دي هترمي معاكي كتير. تمام؟ طيب يبقى البصاره هنا 3 ايام، 3 ايام وقلنا هنا 11 يوم، يبقى حبايب قلبي كده 14 يوم. طيب هنجيب كيلو من البطاطس وربع كيلو من الجبنه القريش، يبقى كده احنا قلنا 14 يوم، ادي كده يوم.
ماشي. طب واحده هتقول لي مثلا كيلو بطاطس وربع كيلو جبنه قريش كتير على يوم. ما انا هقول لك دلوقتي، احنا مثلا اول يوم عملنا ربع كيلو بسارية، يعني مش هنحط على الفطار ربع كيلو بسارية بس، لا، ممكن اخد من طبق التدميس اللي انا عاملاه، اخد طبق معاه. تمام. طيب ممكن ما اخدش مثلا فوق فول، ممكن اخد طبق بصارة، يبقى اخد طبق بصارة. هنجيب الحاجات دي من السوق ونرجع البيت، نمسك البسارية نغسلها ونتبلها تتبيلة حلوة ونكيسها في اكياس في الفريزر. هنعمل فول التدميس ونظبطه ونحطه في اكياس في الفريزر. هنجيب البصارة نظبطها ونغسلها ونعملها ونحطها في اطباق في التلاجة، مش في الفريزر، في التلاجة. هنجيب مثلا البتنجان ندبله ونحدقه ونسلقه ونحطه في التلاجة في قلب علب نضيفة كده في التلاجة. هنجيب كيلو البطاطس، طبعا البطاطس قدام ايدك هتطلعيها تقشريها وخلاص. هنجيب ربع كيلو جبنة في التلاجة. يبقى اصبح كده اكلات 15 يوم متوفرة قدامك تحت ايدك في التلاجة. قمت مثلا الصبح بدون حيرة ولا تعب ولا اي حاجة، هشد طبق بصارة وجنبه مثلا طبق بسارية هقليه في ثواني كده، وفطرت النهاردة واللي اتبقى نتعشى منه. تمام. طبق البصار انا عامله لك نص كيلو، ما شاء الله الطبق حلو كده، جنبه طبق بصاره، وهنفطر. انفض منك حاجه خليها للعشاء. تمام كده. طيب حبيت اشكل بقى، ما انا مش كل يوم هاكل بسارية، البسارية هنا 4 ايام بس، مش كل يوم هاكل بسارية، لا، يبقى تاني يوم الغي البسارية خالص. اعمل مثلا اجيب طبق فول جنب طبق بطاطس محمره، جنب العيش طبق المخلل اللي معانا طبق الجرجير، ونفطر. تالت يوم مثلا، وانت بقى اعملي كده اكلات، اعملي 15 يوم هتحطي ايه مع ايه وايه مع ايه وايه مع ايه، بحيث ان انت تشكلي. يعني مش مثلا بحيث ان انا عامله لك هنا 4 ايام بسارية يبقى هاكلهم ورا بعض، مثلا 3 ايام من 4 ايام من البصاره يبقى هاكلهم ورا بعض، لا، عشان ما تزهقيش شكلي. عملت بسارية هعمل معاه مثلا جنبه طبق فول، عملت طبق بصاره هعمل جنبه طبق بطاطس، عملت مثلا طبق بتنجان هعمل مثلا جنبه مثلا طبق بسارية، عملت مثلا بطاطس، حمرت بطاطس هشد جنبها طبق فول، وهكذا هكذا هكذا لغاية ال15 يوم. يبقى يا جماعة 100 جنيه لمدة 10 أيام أنا كاتبالك هنا 15 يوم وقسمتها قدامكم 10 أيام كمان على ال5 أيام دلوقتي، والله ما كتير خالص. دلوقتي في ناس بتقول احنا بنشتري فطار بس ب50 جنيه وب100 جنيه. طب ليه؟ احنا دلوقتي انت بتاخدي المصروف كله بتاعك 100 او 150 جنيه في اليوم، ليه يا حبيبة قلبي تروحي تضيعي 100 جنيه او 50 جنيه في فطار، وانت قادرة ان انت ال100 جنيه دي تعملي بيها اكل لمدة 15 يوم؟ يبقى كده وفرنا ولا ما وفرناش؟ اتمنى الافكار دي يعني جديده، وباذن الله تكون فكره تعجبك وتاخدي منها الافكار بتاعتي وتنفذيها عندك، وان شاء الله هتحسي بفرق كبير. يعني ما تقوميش من النوم تروحي تجيبي ب15 جنيه طعميه، والطعميه قد كده، وحاجات معلش يعني مش عارفين مصدرها، زيت مركون وحاجات مركونه، وحاجات بتتعبنا جدا وبتنفخ القولون وبتاذينا والله. وتروحي تجيبي طبق فول قد كده ب10 جنيه، وتروحي تجيبي مثلا كيس عيش وكيس مخلل، تلاقي نفسك صرفتي 50 جنيه وكلها بس فول وطعمية. لا، انا ممكن بال50 جنيه دي اعمل منها اكلات تكفيني 7 ايام اهو، 10 ايام اكلات كبالك اسعارها كمان، وانزلي السوق واسألي بالاسعار، كل الاسعار كبها لك اهي، هيكفي الاكلات معاكي لمده 15 يوم ب100 جنيه. دلوقتي ال100 جنيه اصلا لو انت عملتي بيها فطار وعشاء لمده 5 ايام والله ما كتير، 10 ايام يبقى انت برنسيسه، اشحال 15. فما بالك بقى لو انت مشيتي نفسك بيهم 15 يوم؟ لا، ده انت تبقي ست بيت منظمة وشاطرة ومجتهدة، والله اكبر عليكي من العين 5 وخميس. خلاص كده يبقى نظبط نفسنا يا جماعة، نمسك الورق والقلم، ننزل السوق نشوف الاكلات اللي احنا هنجيبها بتاعة الاسبوع، ونيجي نظبط بقى. اعمل مثلا عملت النهاردة بسارية، اعمل بكرة حاجة تانية، عملت بصارة، لا بكرة حاجة تانية، عملت مش عارف كده، هتمشي معاكي بالنظام ده. الغدا بقى ده ليه وجبات تانية وليه تقسيمة تانية، انا عامله لك ال100 جنيه، مش بقول لك ال100 جنيه هتكفيكي اسبوع، لا، انا مقسمها لك. هاتي اكلك نظميه فرزيه في التلاجة، اللي يتحط في التلاجة يتحط، واللي يتحط في الفريزر يتحط، صدقيني هتلاقيه تحت ايدك. لو جوعتي بالليل مش هتبعتي لعلي روحوا جيبوا لانشون وجبن بالشوق الفلاني من بره، لا، هتشدي طبق بصاره وهتقعدي تتعشي وتحمدي ربنا، هتشدي طبق فول وتتعشي وتحمدي ربنا. والله لو هتجيبي حته جبنه قريش وتخرطي عليها طماطم وحته خياره وكوبايه شاي، والله هتاكلي وتحمدي ربنا. المهم ان انت بتوفري وبتقتصدي وبتلمي بيتك وبتلمي دنيتك كله بال100 جنيه لمده 15 يوم.
ال15 يوم التانيين بتوع الشهر برضو هتقسمي، ممكن بقى تجيبي اكلات تانية، تعملي مثلا صينيه مسقعه، تعملي مش عارفه ايه صينيه عجه، ممكن تشكلي اكلات تانية برضو تمشيكي بال100 جنيه. لو حابين جزء تاني لل15 يوم التانيين بتوع الشهر، اكلات تانية برضو على قد ال100 جنيه، ان شاء الله باذن الله اجهزها وانزلها لكم. لو حابين قولوا لي، وانا ان شاء الله اقول لكم افكار وانتوا تاخدوها مني يعني براحتكم خالص، مفيش اي مشكله. تمام. اتمنى بس انتوا تشجعوني، تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو، واشوفكم على خير. واتمنى كده ان انا اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، وتكون قناتي بتعجبكم. اشوفكم على خير، مع الف سلامه.